السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ هنعمل كشري مصري النهاردة مع بعض. طبعا فرمت طماطم وصفتها. كوباية رز غسلته وصفته من المية. عدس غسلته ونقعته في مية. ومكرونة اهيت كبيرة ومش صغيرة. طبعا الكشري المصري بيحب المكرونة لازم تبقى صغيرة. نحط بقى الحلة على البوتاجاز فيها مية ونطرة ملح، محطتش زيت طبعا. وده البصل اللي انا خرطته احط عليه معلقه نشا ومعلقه دقيق ونقلبه كويس. طبعا هنحط هم على جنب بقى البصل بعد ما قلبته. الميه غلت بتاعه المكرونه اهي. هنحط المكرونه ونقلب كويس ونسيبها بقى تغلي معاها لغايه ما تتسلق. نجيب حله بقى على البوتاجاز، اي حاجه عندك الومنيوم حطيتها وحطيت عليها زيت، فيها زيت عشان نحمر البصل. طبعا الزيت ده اللي انا هحمر بالبصل ما برمهوش، انا بحطه على المكرونه، بعمل بالتقليه، بعمل باي حاجه تبقى ريحة الأكل جميلة. وترش وتحطي برضو زيت بتاع البصل ده على الرز يبقى جميل. الرز بالشعرية بالعدس. وطبعا صفت المكرونة. طبعا غسلت الحلة وحطيت بعد ما المكرونة اتصفت حطيتها فيها وتقلبي كويس. انا حطيت شوية زيت. طبعا كنت حطيت برضو زيت اللي انا قاليه بالبصل. نجيب بقى حلة ونحط فيها زيت، نحط الشعرية ونقلبه كويس. هنحط بقية الشعرية هحط. هقلبها كويس لحد ما تحمر. اول البصل احمر اهوت هنطلعه. طبعا انا حمرت الشعريه، حطيت كوبايه الرز اللي انا قلت لكم عليها، انا غسلتها وصفتها من الميه. هنقلبهم، نقلبها كويس مع الشعريه، تاخد كل الحاجات اللي انا حطيتها تاخد لها تشويحه مع بعض. حطيت العدس كمان مع الرز مع الشعريه ونقلب. لو وصل معايا لحد كده يعمل لي لايك واشتراك في القناه يا حبايب قلبي. واللي بيتابعنا على اليوتيوب او بيتابعنا على الفيس متنسوش بقى باللايك. انا طبعا غالية مسخنه ميه. طبعا لو عندك مرقة خضار حط، بس انا ما كانش متوفر عندي ما حطيتش.
طبعا الرز الكشري المصري ما بيعوزش ميه كتير زي ما انتوا شايفين كده. حطيت شويه ملح يكون كويس، نسيبهم بقى يستوي. طبعا النور بقى جه اخر. طبعا عملت تومه، توم قشرته وخرطه وقمت حطاه في الطاسه، في الحله يعني، ونقلبه كويس لحد ما يحمر، ونحط الطماطم. مرات بس. دي كمون وكزبرة وملح وفلفل اسمر، دي التوابل اللي عندي انا بحطها، مبحطش غير كده. نقلبها كويس ونسيبها بقى تتسبك مع نفسها. طبعا السبكة غلطتها. طبعا انا عملت الرز برضك، وفي الوقت ده بقى ربنا يستر. فكل اللي يجي يحط خل ولا حاجه، يا جماعه يوطي البوتاجاز شويه. ربنا سترها معايا الحمد لله. انا نسيت وما وطيتش البوتاجاز، الحمد لله على كل شيء. طبعا كنت بسخن برضو عيش، شويه ملح. طبعا العدس بتاعنا اهوت، انا حطيت طبعا دقه الواحده والبصل لوحده والحاجه الواحده، كل حاجه الواحده، لان الضيوف اللي عندي ما بيحبش الحاجه على بعضها. بالهنا والشفا على قلبه. اتفضلوا معانا يا حبايب قلبي، وربنا يخليكم يا رب في حياتي. سلام.